الحمد لله مكنت الأشغال المثمرة لهذه الجولة من الحوار الاجتماعي من اتخاذ الحكومة وشركائها الاجتماعيين لمجموعة من الإجراءات من أجل تحسين دخل كل وزراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام. وكتهم هذه الإجراءات ديال جولة أبريل 2024 الزيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، هذا بعدما حسنت الحكومة من دخل 420 ألف موظف كينتميوا للقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة. كذلك كاين تخفيض على الضريبة على الدخل ديال لامبو سور لو ريفوني بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة ديال الدخل، والرفع كذلك من السميك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% منذ الوصول ديال هذه الحكومة، والرفع ديال السماك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبالتالي ارتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة. وبهذا ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ 4 ملايين و250 ألف، منهم 1,250,000 موظف في القطاع العام و3 مليون ديال أجير بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي ديال الدولة ديالنا الحمد لله. وبالموازاة لإجراءات رفع من الدخل مكنت هذه الجولة من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي سيستأنف مناقشته في البرلمان. غادي تكون فيه المناقشة في هذه الدورة ديال أبريل، واحد إن شاء الله في الدورة ديال أكتوبر. كما ستنكب الحكومة بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل، وبذلك تجدد الحكومة التزامها بمؤسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي. وشكرا لكم. ما تنسوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.